اهلا بكم يا اصدقائي. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، احنا بقينا في اغلب البيوت بنشوفها، البيوت المصريه كامله. ليه الطفل بقى مدمن الانترنت؟ ليه الطفل عنده سنتين او 3 سنين بقى ماسك الموبايل؟ ليه الطفل بقى بيتفرج على الاطفال كتير؟ ليه الطفل بقى بيتفرج على قناه لولو كتير؟ ليه الطفل بقت دماغه اصلا مسيطره عليه في كل حاجه تخص الاطفال وتخص ادمان الانترنت؟ العلماء بتاعنا اصلا اذا كانوا مصريين، اذا كانوا علماء اجانب، اذا كانوا ناس قديمه، اذا كانوا ناس حديثه، اذا كانت في دراسات حصلت اصلا في جميع المعاهد وجميع البلاد الاوروبيه، بيتفقوا على حاجة واحدة بس، ان الادمان مش لازم يكون مخدرات ولازم يكون سجاير. الادمان ممكن يكون حاجة بتسيطر على دماغك ومش بتعرف تحتويها، لان الادمان ده بيسيطر على دماغك كجزء كلي كامل متكامل، انت ما بتقدرش تتخلى عنه. وزي هو ادمان الانترنت، يعني ادمان السوشيال ميديا زي الانستجرام، زي الفيسبوك، زي الواتساب، واحنا لحد دلوقتي مش عارفين نستخدمه، لان احنا مش عارفين نحدد ايه اللي بيخلي الاطفال يكون عندهم انعزال، يكون عندهم انطواء، يكون عندهم اكتئاب، يكون عندهم حزن ومش بيناموا. لان النت وادمان السوشيال ميديا كاملة، حتى ادمان التلفزيون، هما اللي مسيطر على تفكيرهم حتى الآن. لأن الدماغ اللي احنا ماشيين عليها بيكون مسيطرة على حاجة احنا مش عارفين نوصل لها. يعني إدمان الإنترنت بتاع الأطفال، ليه الأطفال بتتعب؟ ليه الأطفال بتكون مركزة أكتر؟ طب ليه الطفل بيجي ينام من الحضانة أو من المدرسة؟ طب ليه بيصحى ما بيكونش عايز يذاكر، بيكون عايز يمسك التليفون على طول؟ ليه بيعيط وبيتخانق مع اخواته وبيشد شعر اخواته عشان ياخد الموبايل؟ كل ده ليه اساليب كتير. ايه هي؟ يلا بينا. ادمان الانترنت بيكون الناس اصلا مؤثرين على دماغه جدا، لان الطفل بيكون اكثر عرضة للحاجات دي، بيشوف مؤثرات خارجية كتير، بيشوف الميس بتاعته الف ب ت ج ح اي بي سي، فالحاجات دي مش مسيطرة على دماغه. اللي مسيطر على دماغه ادمان الانترنت، اللي هو ادمان السوشيال ميديا. انت لازم تحدد كل خطوة تمنع بيها طفلك من الحاجات دي. تيجي تجيبه كده هتقول له تعالى كده يا صديقي اقول لك على حاجه. تجيب ابنك نقرا انا وانت الواجب، ولو كتبت الواجب صح هديك تفاحية، لو قرأت الواجب صح برضو هجيب لك شوكولاتايه، عملت كل حاجه انا طالبها منك صح هديك 10 جنيه. فانت كده بتحفز طفلك ان هو يعمل اللي هو محتاجه، نتيجة عن تجربة اللي انت تبعد عنه الموبايل بتاعه. ابنك لو ماسك سماعة في ودنه وماسك التاب او ماسك التليفون وعمال يقرأ ويسمع اغاني وبيتفرج على اطفال كتير، ده بيأثر على نفسيته، بيأثر على نطقه، مش بيقدر يتكلم بعد كده. لان احنا كده بنيجي بقى لما بنكبر بنخش في مصيبة كبيرة، الله اعلم هي ايه. هل ابنك هيخلص منها؟ هل انت هترتاح منها؟ ولا نفضل بقى نصوت بقى ونغني ونقول ظلموه؟ اكيد لا. انت لازم تكون محدد الحاجة اللي انت عاوزها عشان تمنع ابنك بره القرف ده كله. هتيجي لابنك بالليل اذا كانت ابك او امك، تعالى نلعب سوا، لو كسبتني هديك شوكولاتايه. اهم حاجه تبعد عنه الموبايل، اهم حاجه كده تبعد عنه المشتتات، تبعد عنه التناقض، تبعد عنه الكوستراكس، تبعد عنه الحاجات كلها اللي هي مش تعجبه، الحاجه اللي هي هتدمره. انت كأب ومنشئ اجتماعي زي ما بيقول كده في القرآن، وكل راع مسؤول عن رعايته، لازم تاخد بالك من طفلك، لازم تحافظ على طفلك. انت كده بتضره، انت مش بتعمل له حاجه. انا بقى ما كلمتش لحد دلوقتي ليه الطفل بيكون مدمن الانترنت. تعال اقول لك يا عم ليه الطفل بيكون مدمن الانترنت. الطفل بيكون هو الاكثر عرضة الى الميل والانحراف لادمان السوشيال ميديا. هما ليه اصلا عملوا حاجة اسمها يوتيوب كيدز؟ ليه عملوا حاجة اسمها يوتيوب اوتوميشن؟ ليه؟ لأن الحاجات دي بتوفر للأطفال الحاجات اللي هو عاوزها. بس أنا أصلا في الدراسات اللي بره بيقولوا لك الطفل ما بيستخدمش الموبايل غير يوم واحد من 6 أيام، وساعات ما بيستخدموش غير ساعتين بس في اليوم. وانا اصلا لو هنا ليا ان انا اصدر قرار الطفل ما يمسكش التليفون خالص، لازم نبعد عن المشتتات. انا اجي اركز في مذاكرتي، اكل اكل صحي، هيلثي فود، ووتر فود، لازم يكون عندي كل حاجه صحي، شرب صحي لنفسي. الطفل واحنا برضو هنا كبني ادمين الشغل كلنا بقى على الانترنت، اكروس انترنت، بيأثر علينا احنا ذات نفسينا، بيكون عايشين في انطواء وفي اكتئاب وفي غضب، وما بيكونوش عندنا اصلا اي علاقات، لان العلاقات اللي بتيجي من بره احنا بنتضرر بسببها. حافظ على طفلك
اعرف ازاي طفلك ان هو يبعد عن الموبايل عن طريق التحفيز. هتبعد معاه على قانون اسمه قانون التدعيم، وهتدعم معاه على قانون اسمه قانون الانتفاض. التدعيم ان انا مثلا، انا مربي كلب يا عم، انا مربي كلب، والكلب ده متعود اللي هو يعض كل اللي في البيت. انا هجيب الكلب اقعد معاه، حته اللحمه اهي، حته اللحمه اهي، ارميها له، او اربطها له بايه، اربطها له بجرس. مثلا انا جبت الجرس عملت كده، فاهم؟ الكلب بقى هيعمل ايه؟ هيحس ده الراجل ده بيحبني، ده هيديني لحمه. لما حد تاني يجي يبص عليه يدب على الجرس ويديله لحمه كده، طبعا الكلب مش هيعض حد في البيت. عارف ليه؟ اللي انا ربطته بسرعه الفعل بتاعته بالاستجابه بتاعتي. فاهم حاجه؟ ده قانون التدعيم. قانون الانطفاء، انا هبعد عن اي حاجه تنطفي ابني. هدعمه ازاي؟ تعالى يا حبيبي صلى على النبي، هطلب منك طلب. لو انت مثلا قلت لي الساعة دلوقتي كام؟ طب قلت لي كلمة 10 بالإنجليزي يعني إيه؟ طب لو حليت لي 2 في 5 بكام؟ هديك شوكولاتاية، هنطلع مصيف، هنخرج خروجة، والكلام ده كله. أنت هنا بتفرحه، مش شرط إن أنت تعمل كده وتأكد المعلومة اللي أنت بتقولها، بس أنت بتحاول تحافظ على ابنك وتحميه. إدمان الإنترنت بقى إدمان خطير جدا، مسيطر على جميع الأطفال وجميع الشباب في العالم. احنا بقينا المركز الثالث في الوطن العربي في مشاهدة الأفلام الإباحية. بقينا المركز الثاني في الوطن العربي بعد السعودية اللي بيعمل حاجات غلط. ليه؟ لأن احنا ما عندناش رقابة على أبنائنا. لازم يكون عندك رقابة على ابنك، حتى لو ابنك عنده عدى حتى يا عم ال 18 أو ال 20 سنة، يا عم حتى لو عدى سن المراهقة. كل يوم بيحدث تجارب جديدة بسبب إدمان الهاتف المحمول. ده جهاز ال 17 برو ماكس بقى ب 95,000 جنيه. أنت واصل للمعلومة اللي إحنا فيها؟ إحنا بقينا في خراب. يعني أنا دلوقتي ال 95,000 جنيه دول لو معايا هروح أجيب بيهم جهاز تليفون عشان أتصور وأعمل كده وأعمل كده. طب وبعدين؟ ما إحنا كده في الدمار، إحنا بنسيطر على أفكارنا كلنا. يا رب يا عم لو كنت استفدت من الحلقة دي تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تركز وتشوف المعلومة اللي جاية. سلام.